السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على تفاصيل كورس اساسيات البرمجة المقدم من سي اس اكاديمي. طيب الكورس ده مدته قد ايه؟ الكورس ده مدته شهرين. طيب مين المناسب له الكورس ده؟ الكورس ده مناسب لحد حابب يبدأ ان هو يتعلم اساسيات البرمجة من الصفر، يعني مش محتاج تكون عارف حاجات قبل كده، لان الكورس ده هيبدأ معاك من الصفر. تمام. فلو انت طالب في كلية حاسبات او طالب في كلية هندسة او ايا كان الكلية بتاعتك ايه، او بتعمل حتى كارير شيفت، فالكورس ده ان شاء الله هيكون مناسب ليك لو انت حابب تتعلم اساسيات البرمجة من الصفر. الكورس ان شاء الله هيبدأ معاك واحدة واحدة من الصفر لحد ما توصل لنقطة معينة، وهي ايه؟ انك تكون جاهز انك تدخل التراك اللي انت حابب تتخصص فيه. الكورس ان شاء الله هيبدأ من الصفر لحد ما توصل لنقطة معينة، نوصل للهدف بتاعنا بدون تشتت وعشوائية. تمام. يعني هنمشي نمشي في طريق واضح بدون تشتت وبدون عشوائية. تمام. تعال نكمل كده. فلو انت تايه مثلا في فيديوهات بتقعد تتفرج عليها بشكل عشوائي، او بتبدأ مثلا وبتزهق بسرعة عشان بتتعلم لوحدك وكده، مفيش حد مثلا معاك، مفيش منتور، مفيش زمايل ليك بيشجعوك، ناس بتشارك معاهم ويشاركوك وهكذا، حاسس ان البرمجة اصلا مش، فان شاء الله الكورس ده بيحل كل المشاكل دي. تمام. تعالى كده نكمل. في ناس بتروح على اليوتيوب تقعد تتفرج مثلا على فيديوهات بشكل عشوائي، ما بيبقوش عارفين هم يعملوا ايه، مفيش تاسكات، مفيش حد بيكون معاهم بيشجعهم، مفيش زمايل ليهم، مفيش حد بيمنتور معاهم، مفيش حد بيرشدهم، مفيش حد بيشرح لهم بشكل لايف يقدروا يسألوه ويجاوب عليهم وهكذا. فاليوتيوب للأسف مش بيوفر حاجة زي كده. على اليوتيوب مثلا بتكون فيديوهات موجودة بشكل عشوائي، بتقعد تدخل هنا شوية وتدخل من الكورس ده تطلع من الكورس ده، متبقاش عارف انت عايز ايه، او انت رايح لفين، او ايه نقطة البداية وايه نقطة النهاية بتاعك. يوتيوب مثلا بيكون فيه فيديوهات موجودة كورسات ما بتكونش كاملة، ما بتبقاش عارف انت هتبدأ من ايه وهتوصل لحد فين، بتبقى محتار، مفيش حد بيوجهك، مفيش حد بيرشدك. لما تعوز تسأل مثلا في حاجة مفيش انستراكتور بيكون معاك، مفيش زمايل ليك بيشجعوك. فنقطة الوصول للهدف كمان ما بتبقاش محددة بالنسبة لك، فبتمل وبتزهق بسرعة، ففي الأغلب بتضطر إن أنت توقف وما بتكملش. تمام. فإن شاء الله احنا بنحل لك المشكلة دي، لأن عاملين لك خطة واضحة من أول يوم لحد آخر يوم. بيكون معاك دعم، بيكون معاك منتور، بيكون معاك انستراكتور بيشرح لك، بتعمل مشاريع، بتعمل تاسكات، بتستلم تاسكات لازم تعملها، بيكون اجباري انك تعملها، يعني بتلتزم بحيث انك ما تتشتتش وبتكمل طالما طالما في حد بيدعمك وهكذا، وفي مجتمع وناس زيك طبعا بتتعلم معاهم وبيشجعوك. تمام. وبتكون يعني محدد بوقت كمان، انا هبدأ امتى وهخلص امتى، دي افضل حاجة عشان تبقى عارف انت رايح لفين وتوصل لهدفك بشكل كويس بدون تشتت وبدون عشوائية. طيب تعالى نكمل كده. طبعا بيكون معاك انستراكتور، المحاضرات لايف تفاعلية، تقدر تتعلم بشكل واضح. حابب مثلا في مشاكل معاك وقفت بتسأل في اللي انت مش فاهمه، مفيش اي مشكلة. وطبعا بيكون ليكوا جروب على الواتساب تقدر ان انت تسأل عليه وتشارك طول ال 24 ساعة في اليوم. طيب هنتعلم ايه في الكورس ده؟ ان شاء الله هتتعلم اساسيات السي بلس بلس، دي اول حاجة هنتعلمها. السي بلس بلس دي لغة برمجة لو انت مش عارف، ودي من افضل اللغات اللي انت تبدأ بيها في تعلم اساسيات البرمجة. تمام. يبقى الحاجة التانية اللي انت هتتعلمها ايه؟ هتتعلم ال OOP، ال Object Oriented Programming. تمام. تالت حاجة هتتعلم الداتا ستراكشرز، وهتتعلم كمان الالجوريزمز. تمام. دي الحاجات الأساسية اللي انت لازم تكون عارفها قبل ما تحدد التراك بتاعك. دي الحاجات الأساسية اللي انت لازم تتعلمها قبل ما تدخل التراك بتاعك، بحيث ان انت تبقى داخل انت مبرمج فعلا، مبرمج قوي، بتعرف تفكر، بتعرف تحل مشاكل، عامل مشاريع. في ناس بتدخل على التراك قبل ما تتعلم الأساسيات دي، فلا، الأفضل انك تتعلم الأساسيات دي عشان تقدر ان انت تكمل في التراك بتاعك. لان لو انت بدأت في التراك قبل ما تبدأ في الأساسيات، للأسف ده مش مفضل، يعني لان انت بتوصل لنقطة محددة وللأسف بترجع تاني عشان تتعلم الأساسيات دي.
تمام. فلا انت ابدأ صح من الاول، بحيث انك ايه ما تبقاش مشتت او ما تبقاش ماشي بنظام عشوائي. طيب المشاريع اللي احنا هنعملها ايه؟ هتعمل 3 مشاريع. هتعمل مدير المهام، هتعمل نظام إدارة المكتبات، هتعمل نظام لدرجات الطلاب. تمام. طيب في حاجات برضو كمان انت هتستفيد منها، زي مثلا جروب الواتساب، ان انت تشارك مع زمايلك اي حاجة حابب تشاركها، بتتناقش معاهم، بتبعتوا لبعض حاجات ايا كان. دي بتبقى حاجة كويسة جدا. طبعا بيكون ليك شهادة بعد اتمام الكورس. طيب الكورس ده مختلف ليه؟ بيكون معاك منتور، بتطبق عملي، بتطبق بإيدك، بتاخد تاسكات بتعملها، بتعمل مشاريع. كل ده ايه بيجهزك انك تدخل على التراك، بحيث ان انت لما تدخل على التراك يبقى معاك اساس قوي، تبقى جاهز لسوق العمل بعد ما تخلص التراك بتاعك. تمام. فانت قبل ما تدخل التراك لازم يكون معاك اساس قوي. بعد الكورس ده ان شاء الله هتكون طالع بايه؟ هتكون ان شاء الله طالع بتعرف تفكر بشكل كويس، هتعرف تحل مشاكل، هيكون عندك مشاريع على جيت هاب، هيكون عندك اساس قوي من خلال انك اتعلمت بقى سي بلس بلس و او بي وداتا ستراكشر والجوريزم. تمام. اهم الحاجات اللي انت لازم يكون عندك الاساسيات بتاعها. تمام. بدون الحاجات دي فانت ايه للاسف ما بيكونش عندك اساس قوي. وبعد ما يكون عندك اساس قوي بقى في الحاجات دي، وبقيت بتعرف تعمل مشاريع، وبقيت بتعرف تفكر كمبرمج، وبقيت بتعرف تحل المشاكل، هتكون جاهز ان شاء الله انك تدخل على التراك اللي انت حابب تبدأ فيه. تمام. وطبعا هنقولك على التراكس في نهاية الكورس اللي انت حابب تبدأ بيها وكده. تمام. هنعرفك بقى المجالات والتخصصات اللي موجودة. هيبقى فيه سيشن كاملة بنكلمك على المجالات والتخصصات اللي موجودة في سوق العمل، بحيث انك تشوف ايه المناسب معاك وتبدأ فيه. تمام. مجالات مثلا زي ايه؟ زي الويب. لو انت حابب مثلا تتخصص في الفرونت اند او في الباك اند، او حابب تكون فول ستاك بشكل كامل. مجال برضو تطبيقات الموبايل، النيتف والكروس بلاتفورم. النيتف بيكون فيه مثلا الاي او اس، وبيكون فيه الاندرويد. والكروس بلاتفورم اكتر من حاجة بنقولك عليها، وبنقولك النظام فيها ماشي ازاي، وسوق العمل ماشي ازاي، وهكذا فيها. تمام. وطبعا بنقولك على المرتبات ومتوسط المرتبات اللي موجودة في كل مجال. ان شاء الله هتدخل معانا من نقطة الصفر لحد ما تكون جاهز انك تدخل على التراك اللي انت حابب تتخصص فيه. تمام. طيب سعر الكورس ده كام؟ سعر الكورس ده هو المفروض ب4000، بعد الخصم معمول ب1000 جنيه فقط، لوقت محدد والعدد محدد. تمام. فلو انت حابب تحجز او عندك اي سؤال او عندك اي استفسار، تقدر تضغط على الزرار ده، هيوديك على الواتساب الخاص بالاكاديمية. تقدر تتواصل مع الأكاديمية على الواتساب من خلال انك تضغط على الزرار ده او الزرار. طيب بيكون برضو في أسئلة بتتكرر: هل الكورس ده مناسب للمبتدئين؟ تماما ايوه، الكورس ده مناسب، بيبدأ معاك من الصفر، مش محتاج يكون عندك علم بأي حاجة، عندك معرفة بأي حاجة، وبنمشي معاك خطوة بخطوة من أول من الصفر خالص لحد ما توصل انك تكون جاهز انك تدخل التراك بتاعك، لحد ما يبقى معاك اساس قوي وتقدر ان انت تتخصص في التراك اللي انت حابب تكمل فيه. تمام. يعني مش محتاج يكون عندك خبرة قبل كده، يعني يكون بس عندك جهاز كمبيوتر وعندك وصلة انترنت. الكورس ده بيأهلك لسوق العمل، الكورس ده بيديك الاساس القوي انك تقدر ان انت تتخصص في مجال محدد بعد ما بتخلصه. بعد ما بتتعلم الاساسيات دي بشكل قوي، بتكون مستعد انك تكمل في التراك اللي انت حابب تتخصص فيه، زي مثلا حابب ان انت تتخصص في مجال الموبايل او في الويب، سواء بقى فرونت اند او باك اند او فول ستاك. وبتكون جاهز بعد كده، بعد ما بتتعلم التخصص اللي انت حابب تتعلمه، بتكون جاهز ان شاء الله لسوق العمل. تمام. طيب هل في بعد كده دعم بعد ما بنخلص الكورس؟ بيكون طبعا انت موجود في الجروب بتاع الواتساب، تقدر تسأل اي سؤال في اي وقت، وان شاء الله بنجاوبك، يعني مفيش اي مشكلة. طيب هل هنساعدك تختار التخصص المناسب ليك؟ زي ما قلت لك، بيكون في سيشن في الاخر خالص بنعرفك فيها مجالات سوق العمل الموجودة،
اكتر المجالات المطلوبة في سوق العمل زي الويب والموبايل وال AI والحاجات دي كلها. حسب انت حابب تتخصص في ايه، تقدر ان انت تدخل المجال اللي انت ايه حابب تتخصص فيه. تمام. بس كده. فانت لو حابب ان انت تلحق الفرصة دي وتقدم في الكورس ده، تقدر ان انت تضغط على زرار الواتساب ده وتتواصل مع الأكاديمية قبل ما الكورس يبدأ، لأن العدد محدد قبل ما العدد يكتمل. تمام. بس كده، بالتوفيق إن شاء الله.